النهارده يا شباب هنتعلم مع بعض ازاي نقدر نعمل حذف حساب الايمو بطريقة سهلة وبسيطة. يعني عندك حساب على الايمو وحابب تحذف الحساب نهائيا، فالطريقة ديت هتخليك تحذف حساب الايمو نهائيا. بس طبعا لو لسه مشتركتش في القناة ادخل اشترك في القناة وفعل زر الجرس، تمام، وسيب لي كومنت لو في اي مشكلة واجهتك. تمام. اول حاجة تفتح حسابك على الايمو بالشكل ده، بعد كده هتيجي عند الصورة الشخصية بتاع حسابك على الايمو هتضغط عليها. بعد كده هتبدأ تضغط على الاعدادات. من الاعدادات هتختار حاجة اسمها امن الحساب. امن الحساب هنضغط عليها. بعد كده ترجع كده للاخر هتلاقي في حاجة اسمها حذف حساب ايمو. حذف حساب ايمو هنضغط عليها. بعد كده هنا بيقول لك ايه؟ حذف حساب. بعد حذف حساب ستحذف بيانات التالية نهائيا ولن تتمكن من استعادتها. 1. هتعمل حذف ملفك وسجل دردشة. 2. قائمة اتصالك ومجموعاتك. 3. أصولك الافتراضية مثل الماس والفاصوليا والإشارات. تاريخ إيمو المتميز. هتبدأ تقول إيه؟ تقديم طلب الحذف. هنا بقول لك اختار سبب الحذف. أنت عايز تحذف حسابك ليه؟ ممكن تختار أي سبب. أنا ممكن أكتب ضايقني الغرباء مثلا. تمام. بعد كده هبدأ أقول متابعة الحذف. هنا بيقول لي اكتب الرقم اللي انت عامل عليه حساب ايمو. تمام. هبدأ اكتب الرقم اللي انا عامل عليه حساب الايمو. بعد ما كتبت الرقم اللي انا عامل عليه حساب الايمو هضغط على السهم الاخضر ده كده. هنا طبعا بيبدأ يعد 15 ثانية عشان يبدأ يظهر لك كلمة الموافقة والحذف. تمام. طبعا انت بتقرأ هنا من فوق حذف حساب إشعار مهم. هنا طبعا بقى بتبدأ تقرأ الكلام ده كله. لو مناسب معاك الكلام ده تمام هتخلي الايمو عندك. طب لو مش مناسب معاك الايمو ده ابدأ اعمل له حذف. انا بالنسبة لي هبدأ اقول الموافقة والحذف. هقول تأكيد الحذف. هنا زي ما انتم شايفين بيقول لك ايه؟ تم حذف حسابك. تم حذف حسابك. تمام. وجايب لي الرقم اللي انا عامل عليه الحساب اهو. ملحوظه يا شباب هنا زي ما بقول لك كده تم حذف حسابك. طبعا هو حسابي بالفعل اتحذف. تمام. ولكن ما اتحذفش بشكل نهائي. ليه بقى؟ لان حضرتك هتنتظر 7 ايام لحد ما يتم الحذف بشكل نهائي. بعد ال7 ايام بيخلصوا بيبدأ يتم عملية الحذف النهائي. طيب قبل ال7 أيام ده بيديك مهلة أو بيديك فترة اللي أنت لو تراجعت وحبيت ترجع حسابك على الإيمو تاني تقدر ترجعه من خلال الفترة اللي هي ال7 أيام. لأن في ناس ممكن تيجي تحذف الحساب بتاعها تمام عن طريق الخطأ، فهم مش واخدين بالهم، فبيعدي يوم واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وممكن يجي قبل اليوم السابع قبل ما يتم الحذف النهائي يبدأ يدخلوا يلاقوه فعلا إن هو تم حذف الحساب عن طريق الخطأ فبيلحقوا يرجعوه. فالايمو بتديك مهلة 7 ايام عشان لو حصلت اي مشكلة وحبيت ترجع حسابك على الايمو تاني تقدر ترجعه في خلال الفترة دي. طب الفترة ال7 ايام دول عدوا يبقى هيتم حذف حسابك بشكل نهائي. هيتم حذف حسابك بشكل نهائي بعد ال7 ايام. لكن انت معاك مهلة اهو. تمام. اتمنى اكون وصلت لك المعلومة بشكل سليم. لو عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعل زر الجرس على الكل، واشوفك في فيديو جديد. السلام عليكم.